بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. ما هو السر في اتهام السادة الصوفية بأنهم تركوا الجهاد، وأنهم خونة، وأنهم أعانوا المستعمر؟ طبعا لماذا قلب الحقائق هكذا؟ يعني عيني عينك. التاريخ الحديث يقول بعكس هذا الأمر، ولكن هم مركزون على هذه القضية. الأمر فيه طبعا جهاد السادة الصوفية عبر التاريخ لا ينكره إلا أحمق. ولو نظرنا في 20 سنة الأخيرة فقط، يعني في الوقت الحالي، الوقت اللي رانا عايشينه، وسجلوها عندكم. يعني الآن احنا رانا نعايشوا في هذه الأحداث ونشوفوا شكون من يدافع عن الأمة، من هي الجيوش المقاومة، لمن تنتمي. يعني رانا نشاهدها ونعيشها وعشناها. ومع ذلك ربما إذا طال الزمن وبقي الوهابية، وإن كان ما يبقاوش أكيد، يعني بعد 10 سنوات، يعني حتى 15 عام، لا أظن أنه فيهم يبقى إلا القليل القليل حتى يلحق آخرهم بالدجال. يجي وقت يقولون لهم كانوا خونة وكانوا مستعمر. احسبوا فقط من 2000 إلى هذا العام اللي رانا فيه. شامل باي سيف، هذا كان صاحب طريق، عنده مسبحة مولانا الشيخ محمود أفندي تركي رضي الله عنه، كان يحملها معه. يعني عنده توجه صوفي، وصرح بأنه ليس وهابيا. هذا واحد مجاهدي الشيشان وما أدراكم، هذا قائد المجاهدين في الشيشان، البي آي كا، معروفين، يعني لا داعي لإثارة اليوتيوب. شاذلية، ينتمون للطريقة الشاذلية. وفيهم كذلك من القادرية. اليوم راح الحرب تدور من أهل المسبح، أهل الذكر، أهل التصوف، لا ينكر. المهم يعني الله غالب، تعرفوا أنا محتمين مع اليوتيوب. المجاهدين في العراق منذ دخول الأمريكان لمن ينتموا؟ العراق بلد صوفي، يعني التوجه العام للتصوف، بلد الباز الأشهب رضي الله عنه. وهناك جيش رجال الطريقة النقشبندية، هذا كنا نشوفه كل منين كان يمشي، كل أسبوع يخرجوا إصدار العمليات نتاعه. بالأمس تحررت أفغانستان على يد الماتريدية، الأحناف، الصوفية، نقشبندية، جشتية، قادرية. يعني هذه مدارس فقط، يعني لكي يقولوا وش هذه الطرق وهذه الخلافات، وهذه هي مجرد مدارس. والمحبة بينهما بين الطرق أشهر من نار على علم. إذن فالقوم عليه يصرون على هذا الأمر، بالرغم أن الواقع يقول بأن العكس هو ما يحدث. أكيد فيه نية خبيثة، نية خبيثة عند القوم، وهم لم يجاهدوا أبدا. كل سيوفهم على المسلمين فقط، وإلا هذا الاتهام الخطير والكذب للواقع للصوفية يعني أمر غريب جدا لا يفهم. اللهم إلا كما قلت أن الأمر فيه لذلك هم يطلقون هذه الدعوة ويعادون التصوف، أهل السنة، حملة الراية. الأمر مبيت يا جماعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.